صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش الحلو بأشكال كتيرة ومختلفة، وكمان شكله تحفة وطعمه يجنن، مقرمش من بره وفي نفس الوقت طري من جوه ومورق، وبطريقة سهلة جدا وسريعة، وفي 10 دقايق هتعملي أحلى جلاش. وطبعا هيبقى حلو جدا بقى في العزومات والتقديم، وشكله تحفة زي ما انتوا شايفين كده، ومن حلاوته مش هتصدقي ان انت عاملاه بإيدك أبدا. سامعين بقى صوت القرمشة؟ بجد طعمه يجنن يا جماعة، وكأنك شارياه من بره بالظبط. لو أول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة معايا لفة جلاش زي ما انتوا شايفين، قست عليها الصينية، لقيت ان العرض بتاعها هيناسب جدا الصينية، فباخد ورقتين واشيلهم كده على جنب علشان يبقى سهل معايا لما اجي احط عليهم الحشوة يبقوا جاهزين على طول. هشيل كده باقي الورق واغطيه، وهاخد اول ورقتين معايا. وعندي هنا بقى يا جماعه كنافه، ممكن تستخدموا كنافه متحمصه، يعني تحمصوها كده في معلقتين من السمنه، او لو عندكم كنافه باقيه كده من صينيه كنافه عندكم ومحدش راضي ياكلهم، هتكسروهم كده وبعدين تحشوا بيهم الجلاش عادي جدا. وعلى فكره انا عملت كده فعلا، كان عندي شويه كنافه كده كسرتهم وحشيت بيهم الجلاش، يعني عملت لها اعاده تدوير. بعد ما فردت بقى ورقتين الجلاش زي ما شفتم كده، دهنتها بالسمنه بالفرشه كده، وبعدين حطيت عليها الكنافة وظبطتها، وبعدين بدأت ألف رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اوصل للاخر كده. بس هنا بقى هحط شوية سمنة عشان الجزء دوت ما كانش فيه سمنة لسه، وبعدين هرجع الف رول زي ما انتوا شايفين كده وهرجع احطها في الصينية. وشايفين هنا جت على قد الصينية بالظبط طبعا. وانا بصراحة بحب احط ورقة زبدة كده في الصينية من تحت علشان لما اجي اقطع الجلاش الصينية ما تتجرحش معايا وتفضل محافظة كده على شكلها. بنفس الطريقة برضو حطيت كده ورقتين ورشيت عليهم السمنة، بس المرة دي بقى هوزع عليهم الكنافة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، وبعدين هلفها رول بنفس الطريقة لحد ما اوصل كده للاخر. ولو في حتة كده ما فيهاش سمنة بزود لها سمنة، وبعدين بحط الرول بالصينية. وهعمل دلوقتي معاكم بقى واحدة بالمكسرات. جبت كده ورقتين ودهنتهم برضو بالسمنة، وبعدين رشيت عليهم كده شوية من المكسرات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهمسك كده الطرف وهبدأ ألف رول بالشكل دوت. بس انا بخلي اخر جزء كده مفيهوش مكسرات علشان الرول يقفل معايا كويس وما يبقاش مفتوح وتنزل منه اي مكسرات. ودلوقتي بقى هعمل معاكم كده واحدة بالمكسرات والكنافة مع بعض. جبت ورقتين ودهنتهم برضو بالسمنة، بس انا اخدت نص الورقة بس، يعني زي ما انتوا شايفين الورقة هنا اصغر من الورقة اللي كنت بلفها عشان الرول يطلع رفيع معايا، لان الرول دوت طبعا هسيبه اصابع، مش عايزاه يبقى تخين قوي. وجبت شوية من الكنافة على شوية من المكسرات، وبعدين حطيتهم على الجلاش بنفس الطريقة دي، وبعدين هلفها رول بنفس الطريقة برضو، وارجع بقى احطها في الصينية. مفيش اسهل من كده، وعادي جدا لو واحدة اتفتحت معانا واحنا بنلفها هنكمل لف عادي، مش هيحصل اي حاجة ومش هتبان اصلا. ودلوقتي هنعمل الشكل التالت للجلاش. هنا يا جماعة عندي هنا ورقة برضو، دي النص التاني بتاع الورقة اللي احنا عملناها رول رفيع. اخدتها كده ودهنتها بالسمنة، وبعدين طبقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهرجع كده اقلبها على الناحية اللي تحت وهدهنها كده بالسمنة برضو، وبعدين هبدأ اطبقها على شكل مثلثات بنفس الشكل ده. وهجيب بقى السكينة وهقطع كده، وهعمل واحدة كمان هطبقها مثلث وهرجع اقطعها بالسكينة، وهكذا بقى لحد ما اخلص الورقة كلها. سهلة مفيهاش اي حاجة صعبة، بس شكلها بيبقى حلو قوي في الاخر، وكمان جديدة كده ومختلفة، يعني بتبقى شكلها على شكل حجاب بنفس الطريقة دي. وبس كده تقدروا بقى تكملوا بنفس الطريقة لحد ما تخلصوا لفة الجلاش. وهبدأ ارصها في الصينية برضو، هي نفس الصينية اللي هسوي فيها. وهنا بقى كنت خلصت زي ما انتوا شايفين. هنا الرول اللي هو كان عريض شوية اللي خدت فيه الورقة كاملة بدأت اقطعه مثلثات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده برضو هقطعه مثلثات علشان دول كانوا يعني تخان شوية مش رفيعين. الرفيعين بقى هما اللي هقطعهم صوابع. ده هو الرول الرفيع بدأت كده اقطعه صوابع، وجنبه واحد كمان رفيع قطعته بنفس الطريقة. واخر واحد ده بقى يا جماعة يعني لفيته كده سادة خالص، فبيطلع شكل صوابع صغيرة كده، يعني ميني صوابع، بتبقى سادة بس بتبقى طعمها حلو جدا ومقرمشة جدا.
واهم حاجه بقى لما نيجي نحط الرول في الصينيه ندهنه بالسمنه على طول، علشان لو سيبناه كده هينشف معانا، ولما نيجي نقطعه هنلاقيه بيتكسر معانا. وبعد ما نخلص تقطيع هنديله برضو يعني مسحه كده حلوه من السمنه، علشان لو في اي جزء ما وصلهوش سمنه توصله السمنه كويس. وندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين بفتح الشوايه لمده 5 دقايق لحد ما تاخد لون من فوق. وبس كده هتطلع معاكم بالشكل الجمالي اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تطلع وهي سخنه كده بسقيها بالشربات التقيل البارد. وطبعا عملناها مع بعض كتير قبل كده. هو عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، ومعاهم معلقه من عسل الجلوكوز وعصره نص ليمونه، بنحطهم على النار يغلوا، وبعدين بنهدي النار لمده 5 دقايق ونديها كده باكت من الفانيليا وبس، نصف النار، ونحطه بقى في التلاجة يبرد لحد ما نخلص ونعمل الجلاش وهيبقى جاهز معانا. وده بقى يا جماعة الجلاش على شكل حجاب، شايفين شكله حلو ازاي؟ بنفتحه كده ونبدأ بقى نحشيه بأي حشو عندنا. ممكن تحشوه كريمة أو قشطة أو شوكولاتة أو أي حاجة بتحبوها، بيتفتح معاكم بكل سهولة، بس نخلي بالنا لأنه بيبقى مقرمش جدا ممكن يتكسر منك. وعلى فكرة يا جماعة أنا هنا بحشيه بالقشطة، يعني جبت علبة قشطة اللي هي تبقى جاهزة ديت، وحطيتها كده في كيس حلواني وبدأت أحشي بيها الجلاش، ودي طبعا أسهل طريقة ممكن تعملوها، وبصراحة كان طعمها لذيذ جدا. وده بقى شكل الجلاش بعد ما حشيته بالقشطة، وسبت كام واحدة كده حطيت عليهم القشطة من فوق بس، وبصراحة كان شكلها تحفة زي ما انتوا شايفين كده. اديتها بقى شوية من المكسرات كده على الوش، ادت شكل حلو جدا، وبتبقى حلوة قوي يا جماعة. الطريقة دي بقى في العزومات لذيذة وسهلة وسريعة وطعمها يتجنن، وكمان جديدة ومختلفة، وبجد اي حد هيشوفها ينبهر منها ومن حلاوتها. وبس كده ده بقى شكل الجلاش اللي هو الاصابع، وكمان اللي قطعناه مثلثات، شايفين يا جماعة شكله حلو جدا، وكمان طالع شكله مظبوط جدا وتحفة، وكأنك بجد شارياه من بره مش عاملاه في البيت ابدا. واحلى حاجة بقى انه سريع وما بياخدش وقت خالص زي ما شفتوا كده. يا دوبك بنلف الجلاش ونحطه في الصينية ونقطعه وندخله، ما بياخدش ربع ساعة في الفرن، وبيطلع احلى جلاش زي ما انتوا شايفين كده. يعني نخلي بالنا كده واحنا بنسويه لانه هو ما بياخدش وقت خالص. وطبعا علشان يفضل مقرمش معانا لازم نسقيه بالشربات التقيل البارد، هتلاقوه كده مقرمش من بره وكمان طري من جوه وطعمه لذيذ جدا ومورق. اسمعوا كده صوت القرمشة، بجد تحفة. شايفين بقى التوريقة من جوه عاملة ازاي؟ مستوي كويس قوي من جوه مش معجن ولا حاجة. مهم جدا بقى يا جماعة لو هنحشي الجلاش بكنافة متحمصة هنحط عليها معلقة كده من الشربات التقيل البارد ونقلبها كويس قبل ما نحشيها. وبس خلاص كده عملنا احلى جلاش باشكال مختلفة، تختاروا اللي تعجبكم وتعملوها، بس كلها سهلة وبسيطة وطعمها يجنن. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.